جالي السوداني واللي عمله وخلاني أعرف إن المفروض هو ده اللي يحصل. ما هو مش أي حد كده يكون معاه حاجة زي كده ويعمل اللي هو عمله. لأ، ده هو أسطى بجد وأستاذ وعارف بيعمل إيه وفين وإزاي. وأنا ما صدقتوش لما قال لي، ما صدقتيش غير لما شفت بعيني وجربت. جاري السوداني لطعمه شكل تاني بصراحة. أنا ست وحدانية بعد طلاقي من جوزي المنيل. قعدت في شقتي، أيوة ما هي شقتي وباسمي. وبعد ما كان بيلف الدنيا علشان يرجع لي قلت لهم لأ، أنا خلاص مش هتجوز تاني. أنا قاعدة في بيتي ومستحيل أفكر إن أتجوز. هو خلاني معرفش صنف الرجالة تاني أبداً. ابعد عنهم أحسن. وكانت الشقة اللي جنب شقتي فاضية، وفي يوم من الأيام سمعت دوشة على السلم، ناس طالعة وناس دوشة كده معرفش جاية منين ولا حتى إيه سببها. فتحت باب شقتي، أصل أنا حشرية شوية، لازم أعرف كل حاجة حواليا. أيوة أنا بقى دماغي كده. فتحت باب الشقة، لقيت عفش طالع وبيدخل الشقة اللي جنبي. الشقة كانت مفتوحة، بصيت كده لقيت شاب أسمراني وعيونه حلوين قوي، واقف بيتكلم مع صاحب الشقة وبيقول له إنه شغله هنا وبيتكلم معاه. فضلت واقفة شوية وبعدين دخلت شقتي وقعدت أسأل نفسي يا ترى هو ده اللي هيقعد في الشقة ولا حد تاني، ولا ده يبقى مين بالضبط. بس بعد شوية لقيته هو برضه واقف مع عربية العفش اللي جايباله حاجته. طلعت أبص من البلكونة وشفته وهو بيقول لهم ده يتحط فين وده فين وبيوصف. وبعد كده صاحب الشقة مشي وفضل الشاب الأسمراني ده السوداني. أنا ما كنتش أعرف عنه أي حاجة. طلعت تاني أول ما لقيته داخل من باب العمارة، ما أنا كنت واقفة في البلكونة زي ما قلت لكم. ولما لقيته داخل العمارة طلعت وقفت على باب شقتي، ولما طلع قلت له هو أنت يعني الساكن الجديد؟ قال لي أيوة يا ست هانم أنا الساكن الجديد. قلت له أهلا وسهلا، أنا جارتك هنا، الحيطة في الحيطة أهي، لما تعوز أي حاجة خبط عليا ما تتكسفش في أي وقت، ده أنا بسهر لوش الصبح. قال لي تسلمي لي يا ست الكل. قلت له وأنت منين بقى؟ أنا من بلدكم وإخواتكم وحبايبكم من السودان. قلت له أهلا بيك، نورت الدنيا كلها، نورت مصر واسكندرية وكل المحافظات كمان. قعد يضحك ويهزر معايا. وبعد كده دخلت شقتي، دخلت المطبخ، حضرت له صينية أكل وكمان حاجة حلوة. أمال إيه؟ مش ده واجب الضيافة اللي بيسموه كده؟ كان لازم أعمل كده. وبصراحة من أول نظرة أعجبت بيه، شكله راجل قوي ومعالم الرجولة باينة عليه. رحت خبطت عليه واديته الصينية. قال لي ليه كده يا ست الكل؟ تعبتي نفسك؟ قلت له تعبت نفسي إيه؟ ده أقل من الواجب. انت جاري وزي ما قلت لك الحيطة في الحيطة، ولو انا احتجت حاجة انت اقرب واحد، وانت نفس الكلام لو احتجت حاجة انا اقرب واحدة هتخبط عليا. قال لي طبعا، وقعد يضحك ويهزر. ومن هنا بقى ابتدت المعرفة. بقينا في الطلعة والنزلة نتقابل ونتكلم ونسلم على بعض، لحد ما في يوم تقريبا نسي مفتاح شقته جوه وقفل الباب، ولقيته بيخبط عليا علشان اشوف له نجار يفتح له الباب. قلت له ماله يا اخويا، اتفضل ادخل وانا هتصل لي بالنجار. وفعلا دخل عندي وقعدته في الصالون. طلبت له النجار، بس النجار قال لي ان عنده شغل وساعتين 3 وهيجي. الراجل كان عايز ينزل يقعد في قهوة ولا كافيه، لكن انا قلت له لا، ده انت جار يا اخويا، مستحيل تنزل من عندي غير لما النجار يجي، انت شكلك كده بخيل وانا ما احبش، احنا هنبقى أسرة مع بعض. ايوه، طالما بيتقفل علينا باب واحد يبقى لازم نفضل مع بعض ونعرف كل حاجة عن بعض. كان مكسوف، لكن أنا ابتديت أتكلم معاه وأسأله أنت متجوز؟ خاطب؟ في حياتك حد؟ وأهلك فين؟ قال لي أنا كنت متجوز وانفصلنا عن بعض، وأهلي كلهم في السودان، وأنا هنا عايش لوحدي وجيت علشان أشتغل. بصراحة أول ما قال لي كنت متجوز وانفصلت الموضوع عجبني وقربت منه وقعدت جنبه. وانتوا عارفين بقى، ونظرة كده، لمسة كده، وأول ما ده حصل اللي شفته قدامي خلاني اتخضيت وما كنتش مصدقة نفسي. إيه ده كله؟ ده كله؟ معقولة؟ هو في كده في الدنيا؟ قال لي الله، في إيه؟ هو أنت اتخضيتي كده ليه؟ قلت له اتخضيت ليه؟ هو أنت مش شايف ولا إيه؟ قلت له أنت إيه؟ ما كانش عارف يتكلم. ضحكت أنا وأنا اللي ابتديت في الموضوع. وبصراحة اللي حصل بينا اليوم ده خلاني أحس إني عمري ما اتجوزت. وحتى هو كمان قال لي يخرب بيتك، ده انتي طلعتي عديتي الكل،
وخليتيني احس اني عمري ما اتجوزت ولا شفت واحده ست حتى. قلت له اجرى ايه؟ انت بتتريق؟ قال لي انا بتريق؟ ده انت زي القمر، زي لخطه القشطه، وانا نفسي ادوق القشطه دي كلها. ضحكت وقلت له القشطه قدامك اهي، كل على قد ما تقدر ولحد ما تشبع. وفضلنا على الحال ده كل ما الموضوع يخلص واقوم الاقيه بيجرني تاني. بصراحه كان عنده حق، انا برضه ما اتزوجش. هو كمان حاجه الموضوع كان صعب. طلعت انا اللي كسبانه وفضلنا على الحال ده، لكن كل ما اجي افتحه في موضوع الجواز يتهرب ويتحجج لي باي حاجه، وانا علشان خلاص ما بقتش قادره استغنى عنه ماسكني من الحته دي ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. واديني اهو جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا فضولي وقولوا لي اعمل ايه، وانا هستنى كل تعليقاتكم وهقراها كويس. بس